السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اكتر وقت بفضله المعجنات واكيد كمان انتوا هو الشتاء. بصراحة الواحد بيجوع جدا في الشتاء والاولاد كمان، فبحب دايما اعمل معجنات اخليها جنبي كده اي وقت نجوع فيه. كوباية الشاي بلبن الحلوة دي او كوباية الشاي ولا غنى عن المعجنات. النهاردة عملنا بوريك الافران بطريقة سهلة جدا، وعايزة اقول لكم ان النتيجة 100% ان شاء الله مضمونة وبنفس طعم الافران، مفيش اي فرق. والله يمكن انضف واحلى كمان. شايفين شكله عامل ازاي؟ من نص كيلو دقيق بس عملت 40 قطعة. انا حشيته بالجبنة، ممكن تغيري الحشوة زي ما انت عايزة. قبل ما نبدأ بقى الفيديو بتاعنا ما تنسوش كده بلايك حلو للفيديو، واللي مشتركش عندي في القناة هتشرف بيكم كومنت حلو منكم. انا هشتغل في العجان، معايا 200 ملي من المية الدافية، يعني كوباية الا ربع وعليها معلقتين من المية. تمام، انا جايبه لكم المقادير بالظبط يعني، وتكون دافية مش سخنة. ونزلت عليها ب3 معالق كبار من السكر مليانين، وهنزل عليها بمعلقة برضو كبيرة مليانة من الخميرة، وهكتب لكم المقادير بالجرامات وبالكوباية عشان برضو اللي عنده ميزان يبقى أفضل بكتير جدا، تبقى الحاجة طالعة معاه مظبوطة. بعد ما سبت كده الخميرة حوالي 5 دقايق، نزلت عليها بربع كوباية من الزيت، وممكن تحطي الكمية كلها سمنة بس، وهنزل عليهم ب3 معالق من السمنة. تمام، اللي هو 75 جرام من الزيت و75 جرام من السمنة. لو انت حابة تحطي ال150 جرام كلهم سمنة بس مفيش مشكلة، بس انا عملت خليط ما بين الاتنين. وبعد كده هنزل عليهم بمعلقة من الصلصة. إيه، لو مش حابة تحطي عليه صلصة وحابة لونه يبقى فاتح مفيش أي مشكلة، بس هو بتاع الأفران بيبقوا حاطين عليه صلصة. هضرب المكونات بتاعتي كده مع بعض عشان بس الخليط اللي هو السائل ده يمتزج. وبعد كده هنا كنت مجهزة نص كيلو من الدقيق هنزل بيه. دي متعدد الاستخدامات، وانا قلت لكم ان انا استخدمت كذا مره دي لمتنا وطلع حلو جدا. جربته في الكيكه وفي المعجنات وطلع جميل جدا جدا. نزلت بالنص كيلو دقيق وهبتدي بقى ورشه ملح، وهبتدي بقى اضرب العجين بتاعتي كلها مع بعض. دلوقتي لو انت ما عندكيش عجان اعجني في ايديكي بس، وانت بتعجني هتلاقي العجينه ملزقه معاكي، ما تقلقيش، كل ما هتعجني فيها هتلاقي العجينه اتمسكت معاكي ومش تحتاجي لها دقيق تاني. المكونات مظبوطه جدا. تمام، والعجن على ايدين سهل، والموضوع مش هيحتاج اكتر من 5 دقايق لو هتعجني على ايديكي. العجينه دي بتبقى طريه جدا جدا، تحسي ان هي يعني هشه جدا وانت ماسكاها كده، بس ما بتلزقش في ايدك. بعد كده جبت العجينه كده وهحطها في البوله ترتاح، مش هتخمر ولا اي حاجه. انا هسيبها بس، هغطيها وهسيبها ربع ساعه بس العجينه بتاعتي ترتاح، عشان لما اجي اشتغل فيها تبقى طريه معايا تفرد معايا بسهوله. وهنا بعد ربع ساعه كانت العجينه ارتاحت معايا كده، بقى هبتدي اشكلها. العجينة دي مش تحتاجي ولا ترشي تحتيها ولا زيت ولا دقيق. تمام، العجينة فيها أصلا كمية دهون عالية، فمش محتاجة تحطي فيها أي حاجة وهي طرية جدا. هحاول بس كده أستلمها بقى بسكينة بقطعها بأي حاجة، أستلمها كده وأعملها كور صغيرة بالمنظر ده. الكورة بتاعتي حجمها 30 جرام، وده نفس وزن الأفران. لو انتي حابة تكبريها شوية وتخليها على 40 براحتك. تمام، بس طبعا هيقلل معاكي من الكمية يعني اللي هتطلع لو عملتي 30. لو انت هتعرفي تظبطي الكور قد بعضها بايدك تمام. عايزه تشتغلي عندك ميزان وتشتغلي بميزان، اوزني الكوره على 30. انا عملت الكور دي على الميزان عشان تطلع قد بعضها بالظبط يعني. انتي بقى تعرفي تظبطيها على ايديك كده وتعمليها كلها كور متساويه وشكل واحد، مفيش اي مشكله. انا هكور كده الكميه بتاعتي كلها وهعملها كور متساويه بالشكل ده، هتطلع معايا 40 واحده. تمام، بعد ما خلصتهم كده بالشكل دوت وطلعوا معايا 40 قطعة زي ما قلت لكم، هشتغل فيهم على طول، ما بسيبهمش يرتاحوا ولا اي حاجة. احنا هنسيبهم يخمروا بس مش دلوقتي، بعد ما بنخلصهم كلهم. تمام، هبتدي بقى اخد اول واحدة انا عملتها من كورتها يعني. وعندي هنا جبنة، أنا جبت الجبنة الناشفة، البيضة الناشفة. ممكن تحطي فتة، ممكن تحطي اسطنبولي، ممكن على فكرة تحشيها جبنة قريش وتحطي عليها حبة البركة، أو بقدونس بتبقى حلوة قوي برضو. ممكن تحطي زيتون، ممكن تحطي ميكس جبن شوية كده من ميكس الجبن. بصي الحشوة دي ترجع لك انت وذوقك. لو انت عايزة تعمليه محلي ممكن تحطي قطع من الشوكولاتة، بس أهم حاجة ما نكترش الحشوة فيها. تمام، حسب بقى رغبتك انت عايزاها ايه. باخد القطعة كده بطاطها بالشكل دوت، بتتفرد معاكي في منت كده، ما بتاخدش وقت خالص. العجينة طيعة بشكل يعني عايزة اقولك هتبقى من اسهل المرات اللي دخلتي تعملي فيها حاجة فيها عجين. الناس اللي كانت بتخاف من العجين زي كده، انا كنتش بحب العجن ابدا، اي حاجة فيها عجين مستحيل كنت اقرب منها. وبقفلها بقى بالشكل دوت كده زي ما انتوا شايفين، وبلمها كده على بعضيها، وهبتدي بقى كده اكورها بالمنظر ده. وبعد كده بعملها بشكل طولي زي شكل الباتيه الجاهز اهو.
وباضغط كده عليها عشان تاخد شكل الباتيه. جنبي صاج دهنة كده بسيطة من الزيت، لو ما عندكيش ورق زبدة، وبرصها هنا على الصاج. هاخد برضو واحدة كمان، بفردها كده بايدي بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بحط بقى حشوة الجبنة، بس ما تكتروش عشان الجبنة ما تسحش وهي جوه الفرن وتطلع من البوريك. وبقفلها كده بالشكل دوت. اهم حاجة التقفيلة بتاعتها تبقى كويسة، انا بلمها لما كويسة كده وبكورها، وبعد كده بعملها بالطول، بظبط شكلها كده وبتطلع معايا مظبوطة جدا. وبعد كده بضغط عليها كده زي ما انتوا شايفين علشان تاخد نفس شكل البوريك اللي احنا بنجيبه الجاهز. انا مش عارفة كل شوية عمالة اقول الباتيه الباتيه معلق معايا باتيه اهو. وهرصها برضو في الصاج. هكمل الكمية بتاعتي كلها بقى. هنا طلعت معايا الكمية ديت تمام. هسيبها بقى هنا، هغطيها كده بأي فوطة أو أكياس كده بلاستيك، وهسيبها هنا نص ساعة تخمر معايا. وبعد ما بتخمر معايا هوريكم بقى ازاي نسويها، لون الوش يبقى مظبوط معانا زي ما انتوا كده شفتوا في أول الفيديو. بعد ما سبته بقى نص ساعة هنا خمر والحجم بتاعه اتضاعف كده بالمنظر دوت، جبت بقى صفار بيضة، عليها معلقة صغيرة من النسكافيه، عليها معلقتين كبار من اللبن، ورحت رجهم كده كويس مع بعضيهم. وهبتدي بقى اخد بالفرشة كده وادهن وش البوريك، بس مش كتير يعني دهنة بسيطة. بمسك الفرشة ابلها كده من الخليط ده، وبعد كده بنزل الزيادة اللي فيها، وبيجي دهنة وش الخليط وش البوريك بالمنظر ده. ده اللي هيخلي البوريك معاكي ياخد اللون اللي انتوا شفتوه كده في اول الفيديو، يبقى لونه حلو جدا. طب لو انتي مش حابه تحطي بيض، في ناس ما بتحبش اصلا البيض خالص مع المعجنات، هاتي معلقتين لبن ودهني بيهم الوش تمام. اي معجنات مش حابه تحطي لها بيض، البديل بتاعها ان انتي تستخدمي اللبن، تحطي كده معلقتين من اللبن وتدهني بيهم الوش بتاع اي معجنات انتي بتعمليها. بعد بقى ما دهنت الوش كده بتاعهم، هنحط عليهم بقى شويه من حبه البركه. هو بيتجاب في الافران محط عليه حبه البركه. لو انتي مش حابه تحطي حبه البركه او مش بتحبيها براحتك، حابه تحطي سمسم براحتك بقى. الشيف هنا هو اللي بيرش لكم بقى حبه البركه. حب يشاركني في الفيديو، مستحيل يسيبني اعمل فيديو وما يحطش فيه التاتش بتاعه. نرش بقى كده عليها حبه البركه بالشكل ده، وهنا كنت مولعه الفرن. هخلصهم بقى وبعد كده باخدهم وادخلهم الفرن على درجة حرارة 200. طبعا الفرن انا كنت مولعاه قبليها بربع ساعة. درجة الحرارة دي اللي هي اعلى من الكيك تمام. يعني احنا بنعمل الكيك على 180، لا هنعلي سنة الفرن كمان. الناس اللي ما عندهاش تايمر، وانا عندي مروحه فبولعها، فبتساعد معايا ان هو ما يحتاجش ان انا اولع الشوايه خالص، يعني ما بتوزع الحراره طبعا عليه كله. لو انت طبعا ما عندكيش مروحه، ممكن تحتاجي تولعي له الشوايه اخر 5 دقايق كده ياخد وش بس من فوق. بصوا انا وريتهولكوا هو جوه الفرن. هنا كان معايا استوى واخد معايا اللون من غير ما احتاج لمروحه خالص تمام. هسيبه بقى، اطفي عليه واسيبه بقى جوه الفرن شويه نص ساعه كده، مطلعوش من الفرن دلوقتي بسيبه. وبعد نص ساعه اما سبته برد شويه في الفرن، طلعته بقى وريتهولكوا اهو. ما شاء الله بجد تحفه. جربوه، طريقته سهله جدا زي ما انتم شايفين. الموضوع سهل جدا وبسيط. متنسونيش بقى بلايك حلو للفيديو وكومنت وشاركوا لاصحابكم لو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واي حد عايز وصفه معينه يكتبها لي وانا من عينيا هعملها لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.